ياسمين ها؟ امين بيه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ الله يسترك يا امين. منور الشاشه وقناه دريم كلها منوره بحضرتك. الله يخليك يا رب ويكبر خاطرك. اتفضل يا حبيبي اتفضل. كنت عايز اسال سعادتك الفرق بين الجواز المسيار والجواز في نوعين من الجواز، جواز المسيار وجواز المتعه. حاضر افرق بينهم. حاضر. المتعه جواز الى اجل، يعني يجوا كده يتفقوا مع بعض البشوات، هو وهي وهما وهن والعيله كده، تقعد مع العيله ويقولوا يا جماعه احنا عايزين نتجوز سنه 6 اشهر، حلو قوي شهر ب 10,000 جنيه اهو، او بتوب زي اللي اتجوزوا متعه قبل كده في زمان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يحرمه، لانه كان نظام موجود. مش معناها ان الاسلام قال اتجوزوا متعه يا اخوانا، بالراحه يعني ب40 ثانيه تفهموا. جواز المتعه كان موجود في الجاهليه. لما جه الاسلام بيعمل ايه؟ الحلو بيخليه والوحش بيحرمه، فده ضد كرامه البني ادمين فحرمه، لكن كان شغال. اللي ما بيفهمش عربي ولا انجليزي مفكر ان النبي عليه الصلاه والسلام اجازه. النبي ما اجازوش، النبي كان سايبه لان ما نزلش حكم من السماء، لكن ربنا ما اوحاش اليه، فده انتهى خلاص. المتعه جواز لمده معينه. فحصل واحد خد توب او 2 يعني، واد وعمه، والواد كان شباب واخد لها توب نص كم، وكان معاه بص يعني اسمحوا لي يعني اعرفكم او ازودكم او اثقفكم او انوركم او اي حاجه. فولد واخد توب نص كم صيني يعني، وواحد كبير عمه كان عجوز واخد توب اكسترا، والاتنين راحوا لها، هي قاعده في الخيمه كده، وقالوا لها شوفي يا بطه انا عايزك هم 5 ايام مده الاقامه بتاعتي هنا، وده المهر بتاعك في ال5 ايام. فكل واحد بسط لها التوب. هي بتحكي لنا فبتقول لي بقى في كتب التراث على الشمال بتقول نظرت الى ثوب العجوز فاعجبني اللي هو التوب، ونظرت الى ثوب الشاب فاذا به ضعيف ولا يعجبني، لكني اعدت النظر. يا ريت كلنا نعيد النظر. فوجدت ان الشاب خير لي من العجوز ذي الثوب الجيد، خدش العجوزانه. طبعا تزقه هيقع في الأنا. تعمل ايه بالثوب الجيد بقى؟ تقضي بيه ايام الحداد. فخدت الفارس وتحرم بقى الكلام ده، عادش بقى فيه 5 ايام ولا 7 ايام. اما المسيار يا حبيبي فسموه مسيار، وانا كنت وقتها استاذ في جامعه الامام، ده اول نبره تطلع كده قبل ما يبقى فيه موبايلات وفي حاجه، والدنيا هاجت وبتاع، وانا ما زلت اراه احلى جواز في العالم. ليه؟ لان دوري انا لو كنت فقيها يتمثل في صحه العقد. ده جواز ولا زنا يا مدبولي؟ جواز ليه؟ لان فيه ولي و2 شهود. هاويفر يعيشوا حياتهم ووات ايفر دي بتاعتهم. هم سموه مسيار لان العريس هيعدي بالسياره على عروسه، يقعد معاها 2 ساعة ليله ويمشي. المهم انه اتجوزها ولا ما اتجوزهاش؟ اتجوزها. هل واخدها متعه لمده معينه؟ لا، هي عندها ظروف ما تقدرش تعيش معاه خش برجلي كده يمين ان شاء الله تكوني مبروك ايه، لا داخله بيمين ولا بشمال، هي هتقعد في شقتها. وهو عنده ظروف، مدام محترمه وكل حاجه، وقاعده باولادها ببيته ومعززه مكرمه وكل حاجه، هينكد عليها ليه؟ فهو لا، بدل ما يقول لها ده انت خلاص سلمت النمر وما عادش منك رجا، وكل ما اجي جنبك تقولي لي هناخد زماننا وزمن غيرنا يا شيخه، يلا يدخل عليها بابتسامه وبابلز وببنانس وبكل حاجه ومانجو قبل ما تخلص بسرعه وتخلص بسرعه، ويكون هو هناك معدي على الاموره باللحمه والمصروف وكل حاجه، كل اسبوع مره، كل شهر مره، هم حرين يا جماعه. تفاصيل الحياه، لما يجي واحد بيخطب لي خطبه الجمعه يقول لي ايه؟ ان الاصل في الزواج السكن، اقول له ما بتفهمش حاجه.
انت اسف، انا سو سوري، انت ما بتفهمش ايه سكن ايه ونيلة ايه يا ابني. الزواج هو ايه؟ عقد. زوجتك قبلت، زوجتك موكلتي يعني لازم راجل، وقابلته 2 شهود، دول بقوا زوجين، يدخلوا بعد يوم، يدخلوا بعد شهر، هيعيشوا كل اسبوع نص ساعة ويكونوا مرتاحين حسب ظروفهم. طب ما احنا ياما رصينا السكن يا حبيبي وخدنا هدومه والبيجامات والرواب، قطعوها ببعض ولعنوا بعض وكرهوا بعض وما ناموش جنب بعض. انا اعرف رجاله كتير جدا بيناموا لوحدهم يا عيني، والمدام موجوده، هتنام جنبه ليه؟ لو سالتها ممكن تكون سليمه الضمير، تقول لك برفص مثلا هو نايم يخبطني في عيني، مين يخدمه؟ ممكن. او النوم راحه، وانا شايف ده النوم راحه، كل واحد ينام على الجنب ريحه. المهم ان في لقاء يجمعهم سبيشال في اي داهيه في اي وقت في بتاع وخلاص وانتهت الحكايه. لكن هخ دي مش عايزه حضن يعني. والله كانوا دايبين في بعض دوبيا مدبولي، ربنا ما حرمش. انما يفرض ان هم هيناموا وكل واحد مرتاح كده بيشنكح وبيعمل وبيقلب واللي بيحب هو